هذه أسهل طريقة للدجاج المحشي والمشوي بالفرن، مشوي بالكيس الحراري ويطلع ذايب ويشرفكم بالعزايم. تعالوا نبدي بالطريقة. بسم الله. بالبداية نسوي التمن بجدر على النار، ضفت شوية زيت وبصلة مفرومة ناعم وبازليا وجزر نحمسهم زين، بعدين نضيف البهارات أتركها لكم بالتفصيل أسفل الفيديو. ضفت التمن المغسول نقلبهم شوية وراح نضيف المي ونضيف الملح ونتركه لين يتشرب المي مالته ونطفي النار. بين ما يتشرب التمن غسلت الدجاجة كلش زين وحاولت أفتح الجلد عن اللحم مثل ما تشوفون، وضفت مجموعة بهارات مال دجاج وضفت معجون الفلفل أو تستبدلوه بالبابريكا وشوية كاتشب، ونغلف الدجاجة بالتتبيلة كلش زين من الداخل والخارج. وهنا التمن ورا ما تشرب المي مالته ضفت له بوتيتا مقلية. طبعا التمن بعد ما مستوي أخذت منه كمية اللي راح أحشيها بداخل الدجاجة، ضفت عليه شوية لوز محمص، وطبعا الحشوة نخليها تبرد. يلا نحشي الدجاجة لأن الجلد ينشق. ورا ما حشيتها من الداخل ومن الفتحة مال الظهر يعني من يم الجلد والصدر حشيتها كلها وقفلتها بالعود الخشبي. عندي كيس حراري خاص للفرن، رشيته من الداخل بالطحين ورجيته زين وذبيت الطحين الزايد. هذه الخطوة حتى ما يلزق الجلد بالكيس. نغلق الكيس بالقفل الخاص مالته وراح نخليه بالتبسي أو بصينية، وضروري تثقبون الكيس من جهة أو جهتين وتدخلوه الفرن حتى ما ينفجر عندكم داخل الفرن. تقريبا أخذت وقت ساعة ونص. من طلعتها دهنتها بشوية زبدة وبابريكا أو معجون فلفل وحمرت الوجه وصارت جاهزة. ما شاء الله شكلها كلش حلو، طعمها كلش طيب. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسون اللايك والمتابعة، وبالعافية.